المجلس المنتخب، إنما يكمل مدته ويقوم بتعديل القانون وفقا لمقتضيات حكم المحكمة الدستورية العليا. وهذا هو المتبع في العالم اللي بياخد بفكرة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، الرقابة اللاحقة يعني. وده أعتقد أنه يعني ما ينبغي أن يكون حتى لا تهدر الإرادة الشعبية دائما. هل هذا الكلام سيكون متضمنا في مشروع الدستور الجديد؟ والله أنا بقول لحضرتك هذا ما سمعناه، ونظرا لسرية الجلسات أنا ما أعرفش ليه هي سرية، فأنا بقول لحضرتك تسريبات. هل هي صحيحة؟ إذا كانت صحيحة يبقى شيء جيد، مش صحيحة يبقى شيء مش جيد. يعني دي تسريبات كلها لأن الجلسات سرية. دكتور محمد الجوادي، هل تفتخر برأيك العملية السياسية برمتها إلى مبدأ الشفافية؟ مسألة سرية الجلسات، عدم وضوح بعض البنود في خارطة الطريق لم تتحقق على الإطلاق، بل ربما البعض يذهب إلى أنه معظم البنود الخاصة بخارطة الطريق التي أعلنها السيسي يوم 3 يوليو لم تتحقق على الإطلاق. عشان نسيب المستقبل شوية، الأستاذ سطوحي خايف من المستقبل، نخش في التاريخ والماضي. هنقول إنه العسكر في مصر الموجودين الآن، المجموعة الموجودة، لا تؤمن ب5 حاجات. لا تؤمن بالديمقراطية. ديمقراطية إيه ولعب عيال إيه ده؟ هم قالوا كده مرة واثنين وثلاثة. لا تؤمن بالشعب. شعب إيه ده اللي هيودينا ويجيبنا وبتاع وبده؟ مين يفهموا إيه؟ لا، قالوا الكلام ده فين؟ عشان هنقول كل واحد، هنقول كل واحد ودليله. بس الأول نقول العناصر ال5. لا يؤمن بالشفافية. شفافية إيه؟ ده أمن قومي، ده الميزانية لازم تبقى رقم 1 ومش عارف إيه وبتاع وكلام من. الحاجة الرابعة اللي هو بيؤمن بيها النيابية. النيابية إيه؟ يا إحنا مش عارفين الشعب بيقول إيه؟ على رأي الرئيس السادات الله يرحمه، قال لنواب مجلس الشعب: أهو الأخبار بتقروها في الأهرام، والرئيس الله يكرمه شايل عننا كل حاجة، شاغلين بالكم ليه؟ وهو رئيس مجلس الأمة قال هذا الكلام للنواب، ده شعار فهم لا يؤمنون بهذه الأشياء، والقصة دي كلها بره. لكن المتغير الجديد إن دلوقتي فيه عالم، فيه رأي عام، وفي جاليات واحنا بنتصل بالناس والناس بتتامل هذا العجب العجاب. فلما يجي مثلا الاستاذ سطوحي يدافع دلوقتي، هو بيدافع يقول انه يعرف نبيل بيه من زمان، فعشان كده عارف انه شخصيه كويسه. على عيننا وعلى راسنا، نبيل بيه راجل عظيم، باباه صديقي وحماه صديقي ووالدته كلهم ناس كويسين افاضل يعني، ودخلت بيتهم ولحم كتافي على عيني وعلى راسي. لكن الحق حق. هي المساله مش مساله ان انا هجامل واحد عشان بعد البرنامج اقول له شوف كلت لك الجوادي ولا غلطت لك في الجوادي ولا قلت له ما يليقش الكلام ده واحد اخد دكتوراه. هلما نبعد قليلا عن شخصنه المساله. الله، طب ما انا السؤالين اللي فاتوا التعليقين الاستاذ سطوحي ما اتكلمش الا عن انا، يعني ما اتكلمش عن. فالاخبار دي اخبار. لو يقول ان روسيا اليوم ما قالتش الخبر يقول، لو يقول ان الامارات السعوديه نفوا الخبر يقول، لو يقول ان الراجل رئيس الاستخبارات العسكريه يقول انه مش هيدوهم نص مصر، ده هيدوهم ربع مصر، يقول انه هيدوهم الحته اللي على الواجهه في مطروح وقاعده حرب، يقول يعني يرد، يقول ان مصر عزيزه. مش هيقدر يقولها ليه؟ لان خلاص تم التفريط في مصر، لان ما فيش شفافيه. الاتفاقيه بتاعه الامارات والاتفاقيه بتاعه اللي هي المزايا اللي خدتها الامارات في مقابل المبلغ اللي دفعته، لدرجه انه مولانا شيخ الازهر خد 30 مليون درهم اللي هم 60 مليون جنيه تحت حجه ان هم جايزه الثقافه. فلما انا اعلنت ده، رئيس الوزراء لما اروح اخد نصيبي. بعد ما رئيس الوزراء راح بيومين، رئيس الدوله راح بيومين تاني، مع ان رئيس الدوله مالوش انه يروح خالص. فقصد اقول ان ايه؟ ان الحاجات اللي زي دي انا انصح الاستاذ السطوحي لانه علاقته دلوقتي بالنظام وثيقه، انه يقول لهم ردوا ردود موضوعيه، ردود علميه، احترموا الشعب. واحد بيقول اشاعات، قولوا الاشاعه دي ما حصلتش. طيب، انا بطبيعه الحال سنستمع الى رد الاستاذ سطوحي، ولكن بعد فاصل قصير. في الجزء الثاني من حلقاتنا مشاهدينا الاعزاء نبقى ايضا في الشان المصري، ولكن لنناقش الجدل بشان انتهاء مده تكليف لجنه ال50 لتعديل الدستور وقراراتها الاخيره.